مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية استهلها بالعناوين. إحياء يوم الصحة العالمي على مستوى الوطن بالعاصمة أسمرة. دعوة لحماية العيون من مسببات الأمراض. توضيح قرارات مجلس الأوسط للشعب. العاهل الأردني يلتقي الرئيسين المصري والفرنسي في قمة ثلاثية بالقاهرة. العلاقات بين فرنسا والجزائر تعود إلى طبيعتها. 30 قتيلا ومئات المشردين بفيضانات كينشاسا. السلام عليكم ورحمة الله. تم اليوم 7 من إبريل إحياء يوم الصحة العالمي على مستوى الوطن بعنوان بداية صحيحة نحو مستقبل مبشر بالعاصمة أسمرة. وحضر الحفل وزراء وكبار مسؤولي الحكومة وممثلي بعثات الأمم المتحدة في إريتريا. وكذا مدير عام قسم الصحة العامة المكلف الدكتور عندبرهان تسفازيون في كلمته أن هذه المناسبة هي منصة لتجديد العهد في تحقيق الهدف الصحي العالمي المتمثل في التغطية الصحية للكل وفي كل مكان. وأشار الدكتور عندبرهان إلى أن الجهود التي تبذلها إريتريا تسجل تقدما ملحوظا، مقدما الإحصائيات حيث سجلت نسبة تلقي الحوامل للمتابعة الطبية قبل الولادة 98%، ونسبة الولادة في المرافق الصحية أكثر من 80%، ونسبة تطعيم الأطفال 98%. بفضل هذا شهدت معدلات الوفيات عند الأمومة والطفولة أدنى مستوياتها. وأعرب ممثل منظمة الصحة الدولية في إريتريا الدكتور نانسو إيجيوفوري عن فخره أن يعمل في إريتريا التي تبذل جهدا متضافرا بينها وبين الشركاء والمجتمع لتطوير قطاع الصحة بهدف توفير وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين. وأضاف أن التقارير الدولية تذكر حدوث 300 ألف حالة وفاة من الحوامل، وتسجيل وفاة أكثر من 2.3 مليون طفل ما دون الشهر الأول من عمرهم، وولادة 1.9 مليون جنين ميت سنويا. وقدم في الحفل قدمت مواد ثقافية تحيي المناسبة إلى جانب توزيع جوائز للفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي نظمت ضمن المراسم. وتشير وثائق وزارة الصحة إلى تمكن أكثر من 60% من شعبنا أن يتلقى الرعاية الصحية في إطار 5 كيلومترات من أماكن إقامتهم. وتم إحياء يوم الصحة العالمي الموافق لل7 من إبريل للمرة 77 دوليا وللمرة 29 على المستوى الوطني. دعا خبير صحة العيون الشاب ألكسندر في السهال مواطنين لعدم استخدام النظارات بغير وصفة طبية. وقال إنه ومع تقدم العمر خاصة فوق 40 عاما يمكن لمعظم الناس أن يصابوا بمشاكل قصر النظر، وهناك ظاهرة شراء النظارات من الطرقات دون وصفة طبية متخصصة لحل هذه المشكلة، مما يؤدي إلى تفاقم المضاعفات الصحية. ونصح المجتمع بإجراء فحوصات منتظمة وشراء النظارات الموصوفة من متاجر النظارات المتخصصة، لأن سبب مشكلة العين قد يكون مختلفا. وأوضح الشاب ألكسندر أنه حتى النظارات الشمسية التي تباع كنظارات شمسية التي تتناسب مع الأعين وظروف العمل يجب أن تكون بوصفة خبير طبي. قدم أعضاء مجلس الإقليم الأوسط توضيحا للشعب حول القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الدوري 23 المنعقد في 4 من مارس المنصرم. وشرع الأعضاء المقترحات والخطط المستقبلية في الاجتماعات التي عقدت في 16 مديرية في 6 من إبريل، مذكرين الشعب بزيادة مشاركتهم في جهود المجلس للقاء الشعب والجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ البرامج والتعرف الجاد على قضايا الشعب وإيجاد الحلول لها. وأوضح المشاركون أن اللقاءات مكنتهم من فهم التقدم الذي تم إحرازه والمشاركة الشعبية، منادين إلى أن تكون اللقاءات مستمرة لما لها من أهمية في مراقبة وتنفيذ البرامج والإجابة على القضايا الراهنة. وتم التوصية على بذل المزيد من الجهد للحد من الجريمة والمخالفات وتعزيز الضوابط المفروضة على الزيادات غير المقبولة في أسعار المواد الاستهلاكية، وإيصال الطاقة البديلة إلى الجميع للحد من إزالة الغابات وإيجاد الحل
للخلافات بين الملاك والمستأجرين. هذا وقد شملت توصيات الاجتماع الدوري 23 لمجلس الإقليم الأوسط إعطاء الأولوية للبرامج التي تحل المشاكل الحالية للشعب وتعزيز العلاقة بين المدارس والمعلمين وأولياء الأمور لتحسين جودة التعليم ومواصلة إصلاح الطرق الإسفلتية وحل مشكلة المواد الخام اللازمة لإصلاح مؤسسات الخدمات الاجتماعية. نظم مكتب جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو بشمال البحر الأحمر يوم أمس 6 إبريل في مصوع اجتماعا تشاوريا حول أوضاع أصحاب متلازمة الإعاقة الذهنية وتخلف النمو. وأشار مسؤول مكتب الجمعية بالإقليم السيد أماني الحنون في كلمته إلى أن جهود التعرف على ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو وتنظيمهم بالجمعية تسجل نتائج مشجعة من أجل تمكين المعنيين على تلقي الدعم والرعاية المنظمة بشكل صحيح. وأوضح إلى دور الشركاء المتزايد خاصة مشاركة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في تقديم الدعم والرعاية للمحتاجين، مشيرا إلى أن العمل يتطلع التركيز على تقديم الدعم للمحتاجين حسب الأولوية. وأضاف الأخصائي الذي ينشط في عملية التعرف على ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو الدكتور محرتاب إبراهام أن متلازمو هذه الإعاقة يحتاجون إلى رعاية خاصة في التعليم والأنشطة اليومية، كونهم يتخلفون عن أقرانهم في الفهم والتخاطب والتعامل الاجتماعي المتبادل. وكذا مدير مدينة مصوع السيد هيلي أسفها بدوره سعي إدارة المدينة الدائم لتقديم الدعم المطلوب بهدف رعاية متلازمي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو. في غضون ذلك تلقت المدرسة التي ظلت تستقبل ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في أفعبت منذ عام 2018 تلقت دعما بالأدوات المدرسية والرياضية تبرع بها مواطنون خيرون، فيما قدم دعم عيني بالماشية للأسر التي ترعى ذوي الإعاقات الخاصة في مديريتي نقفة وأدوبحة. اختتم في 6 إبريل أسبوع الطلاب لمكتب التعليم في المنطقة الجنوبية الشرقية بالإقليم الأوسط الذي استمر لأكثر من 6 أشهر. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ أبرهل الرفايني مشاركة أكثر من 22 ألف طالب من المراحل الابتدائية والمتوسطة في الأسبوع الطلابي، برامج استكشافية للمواهب والقدرات. وقدمت في مراسم الاختتام التي جرت في مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين الميداليات والجوائز للفائزين في المسابقات المختلفة. وشهد حفل الختام برنامج فني قدمه طلاب مدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين. بعد الفاصل سيداتي واسد يعود بالأخبار الخارجية. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، حيث انضم إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الاتحادية لحضور قمة ثلاثية ركزت على التطورات الإقليمية وخاصة الوضع في غزة. وتبادل القادة الثلاثة التحية والتقطوا الصور قبل بدء المحادثات. في وقت سابق صرح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بأنه يعارض التهجير القسري للمواطنين من غزة، ودعا إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم. وأوضح السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن. وبين السيسي أن القاهرة وباريس أكدتا حرصهما على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، وتفادي اضطرار السفن التجارية لاتباع مسارات بحرية بديلة أطول مسافة وأكثر كلفة. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد محادثات استمرت 2.5 ساعة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب خلافات لأشهر أضرت بمصالح باريس الاقتصادية والأمنية في مستعمرتها السابقة. وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر تعقيدات على مدى عقود، لكنها تدهورت في يوليو الماضي عندما أقدم ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. ويقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة،
فالتبادل التجاري كبير، ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر. تأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري تبون في مارس، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد. لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم، وشرد مئات آخرون جراء فيضانات عنيفة ضربت العاصمة الكونغولية كينشاسا عقب هطول أمطار غزيرة استمرت لساعات، متسببة في كارثة إنسانية جديدة تعيد إلى الأذهان المآسي المتكررة التي تعرفها المدينة مع كل موسم مطري. ووفقا لما أوردته تقارير صحفية، تسببت الفيضانات في انهيارات أرضية وانجرافات تربة، خصوصا في الأحياء العشوائية المبنية على أراضٍ غير مستقرة. وأكد حاكم المدينة أن المياه اجتاحت العديد من المنازل، وجرفت السيول طرقا رئيسية ومنشآت عدة، مما أدى إلى عزل بعض الأحياء. وأوضح أن فرق الإنقاذ تعملوا على مدار الساعة لانتشال الجثث وتقديم المساعدة الأولية للمتضررين. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% لتواصل خسائر الأسبوع الماضي مع تأجيج التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، المخاوف من ركود من شأنها أن يقلل الطلب على الخام. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غربي تكساس الوسيط لشهر مايو المقبل بنسبة 2.8% إلى 60.2 دولار للبرميل. وأعلنت الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبذلك تأكدت مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة. وعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الرسوم قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب كانت أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضا. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء يوم الصحة العالمي على مستوى الوطن بالعاصمة أسمرة. دعوة لحماية العيون من مسببات الأمراض. توضيح قرارات مجلس الأوسط للشعب. العاهل الأردني يلتقي الرئيسين المصري والفرنسي في قمة ثلاثية بالقاهرة. العلاقات بين فرنسا والجزائر تعود إلى طبيعتها. 30 قتيلا ومئات المشردين بفيضانات كينشاسا. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.